مساكم الله بالخير. سهرتنا الليلة حضرمية بعنوان رفع اللائمة عن عاشق الحضارمة. من قرأ تاريخ حضرموت والحضارمة فلن يلام في حبهم ولا حبها، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. الأحقاف جمع حقف، وهي الرمال الكثيرة المستطيلة، وهي ديار عاد قوم هود، يقال بأنها ما بين حضرموت وعمان. هناك خلاف في أصل تسمية حضرموت، والأكثر على أنها نسبة إلى حضرموت بن قحطان ابن سام ابن نوح. من أشهر أودية حضرموت وادي دوعن، والذي يسمى بول ستريت لكونه خرج كثيرا من رجال الأعمال في العالم. ودوعن فيما يظهر مكونة من جزئين، دو عن، وهي كلمة فارسية بمعنى وادي الاثنين. وإذا ذكر الدوعن تذكرنا العسل الدوعني، والذي يعد من أشهر وأجود أنواع العسل، ويخضع اليوم لأبحاث علمية. وفد أقيال حضرموت، والأقيال جمع قيل بمعنى الملوك، على النبي عليه الصلاة والسلام معلنين إسلامهم في سنة 9 من الهجرة. من أشهر أقيال حضرموت وائل بن حجر رضي الله عنه، بسط له النبي عليه الصلاة والسلام رداءه وقال: اللهم بارك في وائل وولده. قبيلة كندة الحضرمية وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام معلنة إسلامها، وعلى رأسهم الأشعث بن قيس الكندي. خطب النبي عليه الصلاة والسلام قتيلة أخت الأشعث، لكنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يدخل بها. تزوج الأشعث بن قيس الكندي أم فروة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعقر كل ما وجده من النوق في السوق وأطعمها الناس. وفد بنو جعف، وعلى رأسهم قيس بن سلمة الجعفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنين إسلامهم. ومن بني جعف الشاعر المتنبي. الناس مجمعون اليوم على أنه من أكثر الناس أمانة ونزاهة في الأموال هم الحضارمة. اسمعوا هذا الخبر. كتب عمرو بن العاص إلى معاوية رضي الله عنهما يستشيره في من يولي أمر القضاء والمال في مصر، فقال معاوية لعمرو بن العاص: لا تولي القضاء والمال إلا لحضرمي، فإنهم أهل أمانة. ولذلك عدد من تولى القضاء في مصر من الحضارمة 18 قاضيا، ولهم مقبرة في القاهرة اسمها مقبرة القضاة الحضارمة. لقد ولي القضاء بكل أرض من الغر الحضارمة الكرام، رجال ليس مثلهم رجال، من الصيد الجحاجحة الضخام. يا حضرموت هنيئا ما خصصت به من الحكومة بين العرب والعجم، في الجاهلية والإسلام يعرفه أهل الرواية والتفتيش والكرم. لأن أكثر أهل تريم من حضرموت يحفظون القرآن، فإن الناس يجرونها مجرى المسجد فلا يدخلون البلدة إلا حفاه. الوجيه علي ناجي بن عمر المتوفى في سنة 1193 من الهجرة، بلغه أن قاضيا يعمل السحر فرماه في بالعة حتى مات. العالم الجليل الشيخ محمد بالخير أخذ نذرا على نفسه لا ينام حتى يحفظ صفحة من تحفة ابن حجر فأتم حفظها. عبد الله بن أبي بكر بن مقيبل الحضرمي رحمه الله كان كثير النوم فلقب بالنوام، حتى إنه كان ينام على حمار. من أعيان الحضارمة جاسم ابن قاسم من الجهاورة، كان معروفا بحذقه في الرمي. كان يضع البيضة على رأس الرجل فيرميها من بعيد بالرصاص فيصيبها ولا يخطئها. وأعيان الحضارمة كثير، منهم امرؤ القيس الكندي، ومنهم المتنبي، ومنهم أيضا الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنهما للقضاء على فتنة المرتدين في البحرين في الساحل الشرقي للجزيرة. فلما فر المرتدون من القطيف إلى دارين عن طريق مراكبهم، وكانت هناك مياه ضحلة قبل أن يصير الدفان الموجود اليوم، سأل العلاء بن الحضرمي ربه أن ينصرهم، فصار هو وجنده يمشون على البحر كما يمشون على اليابس. فقال شاعر: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. من أبرز ما يتعلق بتاريخ الحضارمة ما يتعلق بهجراتهم، سواء كان هذا في الجزيرة العربية أو في الشرق أو في الغرب. كان العلامة الشامي شكيب أرسلان معجبا جدا بالحضارمة، حتى كان يقول: إنما كان مجد الحضارمة في خارج وطنهم. أراد شكيب أرسلان أن يؤلف كتابا بعنوان السيل العارم في تاريخ الحضارم، لكن عاجلته المنية رحمه الله. الحضارمة على سبيل المثال في الحجاز يدخل كثير منهم البلد وهم فقراء، فيكونون لهم ثروة مالية قائمة على العدل والأمانة. من أشهر أسر الحضارمة أيضا بن محفوظ في مجال الصرافة، قاموا بتوثيق تاريخ الحضارمة وهجراتهم في فيلم موجود في اليوتيوب. تأثير الحضارمة على بلاد شرق آسيا تأثير كبير جدا في المجال الديني والعلمي والاقتصادي أيضا. هجرتهم قديمة إلى هناك،
وكانوا يذهبون عزابا فيتزوجون من هناك ويكونون مجتمعا حضرميا نبيلا أمينا. يخرج الحضرمي من بلده فقيرا فيجد من أبناء بلده في شرق آسيا من يقوم بأمره حتى يصير غنيا أيضا. علي العطاس، فؤاد باوزير، سعيد عقيل وغيرهم من الحضارمة الذين تقلدوا مناصب رفيعة في أندونيسيا وفي غيرها. ومن قوة تأثير الحضارمة في شرق آسيا أن سميت شوارع بأسمائهم، وأسسوا بنوكا أيضا تحمل أسماءهم العربية. يقول المؤرخ الكويتي يعقوب الحجي: الحضارمة هم رواد الحركة العلمية والثقافية في شرق آسيا، أسسوا الكثير من المدارس العلمية والمساجد والصحف والمجلات، وأثروا تأثيرا كبيرا في بلاد شرق آسيا. مع أن بلاد شرق آسيا أكثرهم أحناف، إلا أن الحضارمة الشافعية نشروا المذهب الشافعي في كثير من نواحي أندونيسيا. والكويت لها مع الحضارمة تاريخ عريق، ويكفي أن نعرف أن الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه مدفون في الكويت. من رواد الحركة العلمية والثقافية في الكويت الشاعر والأديب أحمد السقاف، ترجع أصوله إلى أصول حضرمية. سلوا تجار الكويت وأعيانها من ظهور النفط إلى وقت قريب لا يأتمنون على أموالهم ولا على شركاتهم إلا الحضارمة. وهذا تمام رفع اللائمة عن عاشق الحضارمة، رحم الله من نسخ هذه المادة وأرسلها إليه.